ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهداهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يعيننا على قيامها، وأن يجعلنا نوافقها، وأن يتقبل منا دعاءنا وقيامنا تلك الليلة، اللهم آمين. مشاهدي الأكارم، الله سبحانه وتعالى عظم شهر رمضان وعظم ليلة القدر، وسبب ذلك هو نزول القرآن الكريم، إذ أن هذا القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ونزل من سماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم منجما حسب الأحداث والوقائع. فأول آية نزلت هي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه 5 آيات هي التي أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر ما نزل على القول الصحيح وقوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الأولى كانت في سورة العلق، والأخيرة كانت في سورة البقرة. هذا القرآن بسبب نزوله حصل لشهر رمضان قيمة، فأمر الله سبحانه وتعالى بصيام هذا الشهر الكريم نتيجة لنزول القرآن الكريم فيه. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن بلا شك هو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وكلام الله تبارك وتعالى هداية للبشر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقاف القرآن المجيد، الصاد والقرآن ذي الذكر. فكتاب الله سبحانه وتعالى هو الهداية للبشرية أجمع. من هنا كان لا بد على البشرية أن يشكروا ربهم لنزول هذا القرآن هداية لهم، فشرع الله عز وجل لهم شكرا له سبحانه صيام شهر رمضان. ومن هنا كان تعظيم هذا الشهر الكريم وإجلاله لكون القرآن الكريم نزل فيه. ثم تلك الليلة التي نزل فيها القرآن الكريم أيضا جعلها الله عز وجل ليلة مباركة، وخص فيها بعبادة دون سائر الليالي العام. فهي بإجماع المسلمين ليالي رمضان أفضل من ليالي ذي الحجة، وليلة القدر أفضل ليلة في أيام الدنيا كلها. يعني إذا كنا نقول أن أيام الدنيا 360 ليلة أو يوما، وفيه بالطبع الليل يتبع النهار أو النهار يتبع الليل، فتكون ليالي السنة 360 أو 365 ليلة. هذه الليالي أفضلها ليلة القدر بالإجماع، أفضلها ليلة القدر، لأن العبادة فيها توافق زمنا طويلا كما سنبينه الآن. ربنا تبارك وتعالى يقول في هذه الليلة: إنا أنزلناه في ليلة القدر
إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، سورة الدخان. وأنزل بشأن هذه الليلة سورة كاملة تسمى سورة القدر. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه، أي القرآن الكريم، في ليلة القدر. ثم قال: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني هذه الليلة العبادة فيها خير من عبادة 1000 شهر. ثم قال الله تعالى: خير أفعل تفضيل، فهي خير من 1000 شهر. و1000 شهر يعادل 83 سنة و4 أشهر، والله عز وجل يقول خير من 1000 شهر، فلا شك أنها أكثر من هذا. وهذه الخيرية لا شك ربما تكون خيرية من حيث الأفضلية أو خيرية من حيث الأكثر والعدد. فربنا عز وجل حينما يقول خير من 1000 شهر لا شك أن ليست هي 1000 شهر فقط، هي أكثر من ذلك، ربما تكون أقل بزيادة أقل أو أكثر، لكنها هي أفضل كما قال تعالى خير، يعني ليست هي مساوية. أنا أعني هذا، أعني أن ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليست هي هذه الليلة مساوية ل1000 شهر، وإنما هي أكثر من ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: لو نحن جئنا مشاهدي الأكارم نحسب ليلة القدر، قلنا بأنها 83 سنة. 83 سنة، اتركوا 4 أشهر، خلونا نصفي على 83 سنة. لو أن الإنسان ولد ثم بلغ 15 من عمره وأصبح مكلفا، وبدأ الملك يكتب السيئات والحسنات، من هنا يبدأ التكليف. فهذا الإنسان الصالح بدأ يعبد الله تبارك وتعالى من حين عمره 15، فلا شك أنه سيوافق ليلة القدر إذا كان حريصا عليها. وعاش، ولنقل أنه عاش إلى 65 سنة، إذن هذه 50 سنة. لو طرحنا من 65 15 ما قبل التكليف، يعتبر عنده صافي 50 سنة. 50 سنة هو كان يصوم رمضان ويقوم ليلة القدر ويتحراها في العشر الأواخر، فقطعا وافقها. من تحراها في العشر الأواخر قطعا يكون وافقها، ليس بالشرط والضرورة أن يراها أو يرى علاماتها، لا، وإنما شرط والضرورة أن يكون في هذه الليلة، أن يصادف أنه كان في هذه الليلة في عبادة. فإذا كان في عبادة فإنها تحسب له عبادة 83 سنة أيا كانت هذه العبادة. ولا شك أن قيام الليل في هذه الليلة هو أفضل عبادة كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض مشايخنا يقولون: إذا تصدقت بصدقة فهي 83 سنة، يعتبر كأنك تصدقت في فترة 83 سنة، وإذا أنك دعوت في هذه الليلة فكأنما دعوت 83 سنة، وإذا أنت مثلا أحسنت إلى أناس بمعروف أو تحدثت بخير أيا كان من الأعمال الصالحة الذي أنت تقيم في هذه الليلة، فإنه يحسب لك عبادة 83 سنة. ولكن أي الأعمال أفضل في هذه الفترة؟ بلا شك أن فترة أن قيام الليل هو أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه الأئمة البخاري وغيره. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن أفضل الأعمال في هذه الليلة هو أن تقومها. ومن قام في هذه الليلة لا يشترط أن يقومها من حين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لا يشترط في ذلك، فإن لو قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن
أفضل الأعمال التي أنت تقيمها في هذه هو قيام الليل. طيب قلنا 50 سنة، اضرب 50 سنة في 83 يخرج معك الناتج 4150 سنة، كأنما أنت عبدت الله 4150 سنة. عمر طويل، 4150 سنة وأنت تذكر الله وتعبد الله، لا شك أنه زمن طويل، ويثقل به الله عز وجل الحسنات، ويرفع به تبارك وتعالى الدرجات، ويمحو به السيئات. فصاحب هذا الفضل يأتي يوم القيامة وهو ميزانه عظيم، وميزانه عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فمن ثقلت موازينه، من هنا لا يعني نستطيع أن نقول أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن كانت أعمارهم قصيرة ما بين 65 ما بين 60 إلى 70، إلا أن في الحقيقة عوض الله سبحانه وتعالى هذه الأعمار القصيرة بأعمال صالحة تفوق أعمال الأمم السابقة، تفوق أعمال الأمم السابقة أو أعمارهم، عفوا أعمارهم. لأنك إذا كنت أنت حريص على ليلة القدر بهذه الدرجة فإنك تكون قد عبدت الله 4150 إذا أبقاك الله طبعا. وهذا طبعا يعني نرى أن الشخص لم يقصر في طاعة الله منذ أن بلغ وحتى توفاه الله سبحانه وتعالى وكان حريصا. ولنفترض الافتراض الثاني أن هذا الشخص مشاهدي الأكارم كان مقصرا حتى بلغ عمره 40، وببعد 40 استقام حتى توفاه الله عز وجل 65. طيب طبعا 40 لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. غالبا ما يكون الإنسان إذا بلغ 40 يكون قد بلغ سن الرشد، ويكون عاقل، يعرف ما يضره وما ينفعه، ويعرف أنه عبد لله، وأن مصيره إلى الموت، والموت يؤدي بك إلى الآخرة ولقاء الله سبحانه وتعالى. فبالتالي كثيرا ما يحرص الإنسان إذا بلغ 40 أن يحرص على الخير ويبتعد عن الشر، ما يكون ذا عنفوة أو غفلة كما لو كان في فترة الشباب. طيب لو عبد الله عز وجل في خلال 20 سنة أو 25 سنة يكون عبد الله أكثر من 2000 سنة، أكثر من 2000 سنة إذا وافق ليلة القدر خلال 25 سنة. فهذا الفضل العظيم. 2000 سنة أيضا يعني عمر طويل، وأعمال الصالحة فيه لا شك ستكون ميزانها ثقيل جدا. فمثل هذا العرض الرباني من يغفل عنه إخواني؟ ولذلك هنا من يغفل عن هذا يكون خاسر، كما جاء وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام: من أدرك رمضان فلم يغفر له رغم أنفه، رغم أنف من أدرك رمضان فلم يغفر له. قال: قل آمين. قال: فقلت آمين. يعني هذا لعن من جبريل عليه السلام لمن أدرك رمضان ولم يهتم به ولم يحرص على هذا الفضل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين، يعني استجابة لدعاء جبريل عليه السلام. إذن مشاهدي الأكارم، هذه الليلة المباركة التي سماها الله عز وجل مباركة، ومباركة معناها أنها تحمل الخير الكثير، فالبركة هي النماء والزيادة، ويحصل فيها الخير الكثير. ما هو هذا الخير؟ الله تعالى أعلم، ولكن هذه الليلة تتنزل فيها الملائكة على دفعات، كما قال تعالى: خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها. وخص الله عز وجل الروح وهو جبريل عليه السلام لأهميته ومكانته وشرفه ورفعته عليه وعلى جميع ملائكة الرحمن السلام. فينزل جبريل عليه السلام في هذه الليلة، ينزل مع الملائكة، والملائكة تتنزل على دفعات، دفعة وراء دفعة وراء دفعة. فترة النزول من بعد الغروب
غروب تلك الليلة إلى طلوع الفجر لا تزال الملائكة تنزل، وإذا نزلت الملائكة فإنها تتنزل معها السكينة والرحمة، إن السكينة والرحمة تنزل مع الملائكة، ولذلك قال الله عز وجل سلام هي، سلام هي، عن تلك الليلة هي تلك ليلة سلام، ليلة أمان، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه الليلة المباركة كان لابد على المسلمين أن يتحروها وأن يبذلوا قصارى جهدهم فيها. تعالوا معي نقرأ بعض الأحاديث التي وردت عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي كان يعرف وقتها ويعرف يومها ثم أنسيها صلى الله عليه وآله وسلم. دعونا نقرأ هذه الأحاديث ونعرف أيضا سبب النسيان، لماذا نسيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرفها، لماذا عرفها ثم نسيها صلى الله عليه وسلم؟ ما الحكمة من ذلك؟ ما الحكمة أنه يعرفها ثم ما الحكمة أنه ينساها صلى الله عليه وسلم؟ كل ذلك سنجده في تلك الأحاديث. نعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. إذن هذا الحديث الأول كما ذكرنا هذه هي الجائزة العظيمة وهي غفران الذنوب. طبعا أهل العلم قالوا أن غفران الذنوب هنا يكون غفران للصغائر، للصغائر دون الكبائر، لأن الكبائر تتطلب توبة، تتطلب التوبة منها. ولكن مشاهدي الأكارم، إذا الإنسان في هذه الليلة سأل الله العفو، سأل الله العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فعفى الله عز وجل عنه، فإن الله يعفو عن الكبائر والصغائر من كرم الله تبارك وتعالى. لا يعفو عن جزء ويترك جزءا، لا يعفو عن جزء ويترك جزء، وخصوصا أن هذا مرتبط بالدعاء، مرتبط بالدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا الإنسان سأل الله سبحانه وتعالى وقال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فإن الله يعفو عنه الكبائر والصغائر. أما أنه لم يدعو بهذا الدعاء فقط قام ليلة القدر بدون دعاء، فإن جزاء قيام ليلة القدر أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه سواء دعا أو لم يدعو. هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام: وغفر له ما تقدم من ذنبه. قال أهل العلم: يغفر الله له جميع الصغائر. وغفران الصغائر المشاهدين الأكارم لا تظنونها سهلة، فإن غفران الصغائر إذا اجتمعت على الإنسان تهلكه والعياذ بالله، تهلكه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه. نعم. فكون العلماء يقولون هي لا تكفر إلا الصغائر، هذا لا يعني أننا نحقر الصغائر. المسلم يحتاج أن يغفر الله له ولو ذنبا واحدا، ولو ذنبا واحدا، لأن هذا قد يكون مؤثر يوم القيامة. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هناك ميزان، هناك حساب، فتوزن أعمالك الصالحة وتوزن أعمالك السيئة، فأيهما رجحت فأنت تكون معها. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم. إذن هذا الحديث العظيم يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. يعني تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجاور أي يعتكف، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف. بالمناسبة اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كان في 3 مواضع. الموضوع الأول العشر الأول من رمضان،
ثم ترك ذلك وأصبح يعتقد العشر الوسطى من رمضان. ثم كان آخر عمله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، وآخر سنة اعتكفها اعتكف 20 الأخيرة من رمضان صلى الله عليه وسلم. إذن هنا يرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتحراها في العشر الأواخر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر. في العشر الغوابر، الغوابر يعني الباقية. يقول: أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها، يعني بعد سلام هو نائم كان قد رآها وعلم يومها، لكن جاء أهله بعض أهله ولم تكتمل الرؤيا فأيقظوه صلى الله عليه وسلم من نومه، قال: فنسيتها صلى الله عليه وسلم. ولا ندري ما الحكمة من نسيانها وما سبب نسيان النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الليلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لليلة القدر: إن ناسا منكم أروا أنها في السبع الأول، وأري ناس منكم أنها في السبع الغوابر، فالتمسوها في العشر الغوابر. رواه مسلم. ما معنى الحديث؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن بعض الناس من الصحابة رأوها أنها في العشر الأوائل، والبعض الآخر رآها بأنها في العشر الغوابر، يعني الأخيرة المتبقية، فقال: التمسوها في العشر الأخيرة. ورأوا الصحابة معناه أنهم رأوها في المنام، يعني وهم نائمين مجموعة من الصحابة رأوها أنها في الأوائل، وبعضهم رأوها أنها في الأواخر. من هنا أيضا العلماء قالوا أنها تتنقل في ليالي رمضان كله، تتنقل في ليالي رمضان كله. هذا قول، يعني ابن حجر رحمه الله في الفتح ذكر أكثر من 40 قولا. ابن حجر في موعد أو يعني فترة ليلة القدر ذكر فيها 40 قولا. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول: تحروها في العشر الأواخر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحينوا ليلة القدر في العشر الأواخر، أو قال في التسع الأواخر. تمام. وهذا أيضا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم. وأحيانا يوجه النبي صلى الله عليه وسلم أنها في أوتار العشر الأواخر. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من عشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري. تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. انظروا إلى هذه الجملة من الأحاديث لعظم هذه الليلة حتى لا يفوتنا الخير، حتى لا يفوتنا الخير. ومعنى الوتر أي أوتار عدد الفرد يسمونه، ليلة 21 و23 و25 و27 و29. هذه أرجى ما تكون مشاهدي الأكارم في ليلة القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر الحمد لله، تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. طيب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها أو نسيتها أو أنسيتها، كلها موجودة، فالتمسوها في العشر الأواخر من كل وتر. رواه البخاري. نفس المعنى السابق أيضا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. يعني هذا أشد ما تكون ليلة القدر
من حيث باب التحري، الإنسان يتحراها في هذه الليالي، ليلة 27 ليلة 25 و27 و29. الليلة ستكون ليلة 25 إن شاء الله، فنحاول نجتهد فيها بالدعاء والاستغفار والقيام، فإن الفضل فيها عظيم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر، هي في 9 يمضين أو في 7 يبقين، يعني ليلة القدر. رواه الإمام البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في 9 و7 و5. رواه الإمام البخاري. سبحان الله، هذا أحد أسباب نسيان النبي صلى الله عليه وسلم لليلة القدر. فتلاحى رجلان، ما معنى تلاحى رجلان؟ أي اختلفا، حصل بينهم خلاف واشتداد في الكلام ونزاع، فبسبب هذا الخلاف والنزاع في ليالي رمضان أدى أن النبي صلى الله عليه وسلم نسيها، عقوبة قال: ولعله أن يكون خيرا لكم. ولا شك خير لهذه الأمة، بدل أما يجتهد الإنسان في ليلة واحدة اجتهد في 10 ليالي. يعني لو كنا نحن نعلم ليلة القدر كنا سنجتهد في هذه الليلة قدر المستطاع، الواحد يترك ما عليه، يقدم مثلا طلب إجازة حتى يجتهد ليملأ آخرته بالخير. لكن حينما لا نعلم متى تكون، نبقى في اجتهاد لمن هو يستطيع أن يجتهد في 10 الأواخر. أما الذي لا يستطيع أن يجتهد أو عنده ظروف يبقى ربما يفوته هذا الخير. هذا سبب الخلاف. لذلك مشاهدي الأكارم، الخلاف دائما شر. حاولوا قدر المستطاع أن لا تختلفوا، اتفقوا مع إخوانكم، اتفقوا، اتحدوا، تحابوا، تطاوعوا، ولا تختلفوا. إذا استطعت قدر المستطاع أن تتفق مع أخيك وتتنزل عن رأيك فافعل. يعني قدر المستطاع. ربما أحيانا لو يعني تنازلت عن بعض حقوقك يكون رفعة لك. قال الله تبارك وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. يعني الحق لك وخصمك هو ظالم لك، لكن أنك أنت ومن عفا وأصلح فأجره على الله. كلمة فأجره على الله لا تستهينون بها يا جماعة. كان هذا الشخص ظلمك وأنك أنت تستطيع أن تأخذ حقك منه ولكنك عفوت، ليه؟ لأن ما عند الله عز وجل أعظم. قال تعالى: ومن عفا وأصلح فأجره على الله. كلمة فأجره على الله يعني الذي سيكافئك على هذا العمل هو الله سبحانه وتعالى. من هو الله عز وجل؟ ما هي حدود كرمه سبحانه وتعالى؟ ما هو حدود فضله سبحانه وتعالى؟ لذلك فأجره على الله. يعني مثاله مثال، يعني ومن يخرج من بيته إلى الله ورسوله، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، قال تعالى: فقد وقع أجره على الله. وقع أجره على هذا التعبير الإلهي في مثل هذه العبادة العظيمة، عبادة الصفح أو عبادة الهجرة، دليل على أن الأجر خاص وعلى أن الأجر عظيم. وإلا فكل الأعمال أصلا هي لله سبحانه وتعالى، من الأعمال يبتغى بها وجه الله: الصلاة، الزكاة، بر الوالدين، غيره من الأعمال الصالحة يرجى بها وجه الله. ولكن ثمة بعض الأعمال يعبر الله عز وجل عنها بهذا التعبير ليحثنا على العمل بها ولنجتهد في الامتثال بها. ولذلك فمن عفا وأصلح فأجره على الله. واحد يقول لك: لو أن شخصا قال أو ملك من ملوك الدنيا الذي سيزول ملكهم مهما يعني تعمروا، يزول ملكهم، ولكن ملك من الملوك قال لك: اعفو عن فلان الموجود في السجن هذا، اعفو عنه وأنا
أه سأكافئك بما تستحق. ماذا يكون؟ هل الإنسان يتردد؟ خصوصا إذا كنت تعلم أن هذا الملك كريم، وإذا أعطى يعطي مضاعف، هذا رئيس دولة كريم، وإذا أعطى يعطي عطاء بالضعف، ويعني المتخيل أنه سيعطيك عشرات الأضعاف ممن أنت كنت ترجوه من هذا. هذا معنى ولله المثل الأعلى. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم إذا لم نتصافح ولم يعفو بعضنا عن بعض، معناه نحن لا خير فينا. هذه الأمة ستسقط يا أخواني، والله تسقط من غير عفو ومن غير صفح ومن غير تحاب وتواد وصلح. تسقط الأمة. لا يمكن أن تكون أمة موحدة وتستطيع أنها فعلا أن تعود مرة أخرى فتكون هي الأولى الموجهة المرشدة للعالم، وتكون هي أمة أخرجت للناس. لا يمكن وهي تحسد بعضها بعضا ويحقد بعضها على بعض. لا يمكن هذا أبدا، لا يتعد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ولذلك كان هذا البرنامج رسالة سلام من أجل إفساء السلام. يجب أن نفشي السلام فيما بيننا، يعني يسلم الرجل على زوجته والزوجة على زوجها، يكون بينهم سلام ويكون بينهم تسامح ويكون بينهم تواد بين الزوجين. للأسف أحيانا تجد حتى الزوجان أو حتى الزوجين يعيشان في نكد وفي خصام طول حياتهما. يعني فترات الصلح تكون قليلة، وفترات الخصام والعودة والذهاب إلى المحاكم سبحان الله يبقون هكذا وينجبون أيضا. لا العجيب أنهم ينجبون، لكن ما السبب؟ ما فائدة ذلك وأنت أصلا عايش في البيت تريد السكن، ولكن للأسف أنت في ضنك بسبب الخلاف، بسبب لا هي تطاوعه ولا هو يرحمها فيحصل خلاف. وهكذا أيضا بين الإخوة والأخوات والأقارب إلا من رحم الله، طبعا لا نعمم. لذلك يا إخواني إذا لم يكن هناك صفح وعفو وتنازل ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. خيرهما يعني خيرهما عند الله عز وجل، يعني أنت ميزانك عند الله حينما أنت الذي تبادر وتسلم، حتى لو كان هو ظالم لك تسلم: السلام عليكم، كل عام وانتم بخير، عيدكم مبارك، أنا نسيت الموضوع وعفى الله عما سلف، وأنا إذا كنت غلطان أنا أعتذر، أسأل الله تعالى أن يعفو عني وعنك. كذا تقدم. أما والعياذ بالله أن يبقى الحقد ويبقى، فأنت تفوت على نفسك الخير. انظروا كيف بسبب خصام اثنين من الصحابة نسي النبي عليه الصلاة والسلام ليلة القدر، ولعله خير لنا. صحيح ربما نجتهد العشر الأخيرة كلها حتى ننالها، ولكن هذا يبين لك سوء عاقبة الخلاف. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لذلك يا قادة، يا من بيدكم مقاليد الشعوب، اتقوا الله في المسلمين، لا تختلفوا، حاولوا أن تقربوا وجهات النظر، اعملوا على القاسم المشترك فيما بينكم. دعونا بالله، يعني إن استقمتم استقمنا، وإن اعوججتم اعوججنا. يعني رؤساء الدول وحكامهم وعلمائهم وصانعي القرار في هذه الأمة إن اتحدوا كانت الأمة بخير، وإن اختلفوا حتى في المسألة الواحدة، يعني المسألة الواحدة مسألة فقهية واحدة الخلاف فيها شر. لا تظنون أن الخلاف فيها كما يقولون يعني الخلاف في حد ذاته، لأن الحق لا يتعدد، هو واحد. لكن من رحمة الله، أين وجه الرحمة؟ وجه الرحمة أن الله سبحانه وتعالى يشرح صدور العلماء لبعض المسائل حتى لا تحجر المسألة على أمر معين. فربما مسألة ما يكون الأفضل لهم أن يأخذوا بقول فلان، الأسهل لهم، الأفضل لهم، ولكن هذا القول لا يؤخذ به من باب الهوى، وإنما هذا العالم شرح الله صدره وأراه هذه الأدلة معينة ليفتي بهذه الفتوى، والعالم الآخر ليفتي بما
هو مغاير لهذه الفتوى. من هنا رأى العلماء وقالوا اختلاف العلماء رحمة، لكن الأصل فيه أننا نكون نحن متفقين وموحدين، وأن نعتصم بكتاب الله ولا أن نختلف. وهذا الاختلاف في وجهات النظر في مسائل الاجتهادية الفرعية لا يعتبره العلماء خلافا لهذه الأمة، لأن وجهات النظر تختلف كما اختلفت وجهات نظر الصحابة رضوان الله عليهم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على الجميع. أي كأن هذه المسائل كلها هي حق، كأنها هي كلها حق. الحق هو أن ما تطمئن إليه نفسك، أنت عالم عندك مفاتيح الاجتهاد فأفتيت بفتوى وتبعك وقلدك من قلدك، هذا هو حق. والعالم الآخر أيضا عنده مفاتيح الاجتهاد وقال بقولته فتبعه أناس، فهذا أيضا هو حق. أنتم تعلمون مشاهدي الأكارم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب: ألا من كان سامعا مطيعا لا يصلين العصر إلا ببني قريظة. فبعض العلماء صلى العصر في الطريق، يعني بعض الصحابة صلوا العصر في الطريق، وبعضهم أخذ بظاهر النص ولم يصليها إلا عند بني قريظة. المسافة من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تصل إلى بني قريظة حوالي 7 كيلو، يعني مسافة تأخذ عليك بالقدم ما لا يقل عن ساعة إلى ساعة ونصف، يعني 7 كيلو يبغى لك تمشي. ثم أيضا الصحابة كانوا متعبين، خرجوا من المعركة بعد الظهر وجاءهم التوجيه مباشرة قبيل العصر، فسمع الصحابة هذا النداء فاختلفت أفهامهم. فمنهم من قال النبي عليه السلام ما كان يريد مننا أننا نصلي بالفعل في بني قريظة العصر، وإنما أراد مننا أن نتعجل. ألا من كان سامعا مطيعا لا يصلين العصر في بني قريظة، أي أن نستعجل في الخروج باتجاه بني قريظة الذين نقضوا العهد حتى نصل في أقرب وقت ممكن، فلذلك سنصليها في الطريق. فصلاها في الطريق، وكان من هؤلاء أبو بكر الصديق. وبعضهم قال لا والله النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين العصر إلا ببني، وهذا أداة حصر، والله ما نصليها إلا عند بني قريظة. فبعضهم وصل في بني قريظة بعد المغرب فلم يصلي العصر إلا بعد المغرب، يعني فوت وقتها، ولكن فوت وقتها بنص شرعي صريح واضح بين. فلما وصلوا في تلك المنطقة ووصل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب هذا ولم يعب هذا، أقر الجميع. من هنا كان إقرار النبي عليه السلام لاختلاف الأذهان رحمة، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف الأذهان رحمة. ولكن هل عاب هذا على هذا؟ وهل عاب هذا على هذا؟ وهل حصل بينهم شحناء وبغضاء وأصبحوا يتهمون أبا بكر وأبو بكر يتهم أولئك بقلة الفهم وقلة الإدراك، وهم يتهمون مثلا أبا بكر حشاهم رضي الله عنه وارضاهم بأنه لا يتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام ويعمل عقله في محاولة لوي النصوص العقل؟ ما حصل بينهم هذا. يا أخي أنت اجتهدت ورأيت النص اعمل، وأنت اجتهدت ورأيت النص اعمل، هكذا. لذلك مشاهدي الأكارم، الخلاف الذي لا يؤدي إلى الفرقة والشتات هو خلاف معتبر بين أهل العلم، كما يخفى ذلك على شريف علمكم. فكان لابد لي أن أعلق على هذا. تلاحى رجلان، لو لم يكن هذا التلاحي والخلاف له أثر في إخفاء ليلة القدر لم يذكره الصحابة رضوان عليهم، ولم ينص عليه النبي عليه السلام بقوله خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، يعني رفع علمها ووقتها. عرفتم؟ وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 و7 و5. نعم. ما ورد في التماسها في 7 الأواخر أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في 10 الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على 7 البواقي. يعني وهذا أيضا تسهيل من النبي عليه الصلاة والسلام، أنت قدر المستطاع
اجتهد في العشر، ما استطعت اجتهد في أوتارها، ما استطعت اجتهد طيب في 3 ليالي 25 27 29، ما استطعت اجتهد طيب في ليلة واحدة. أرجوك أرجوك اجتهد في ليلة واحدة. ما هي هذه ليلة 27؟ أرجى ليلة تكون فيها ليلة القدر هي ليلة 27، على الأقل اجتهد في هذه. نعم، يعني حتى هذا يوجه للنساء. النساء في البيوت ينشغلن بالطبخ، وينشغلن بتجهيز السحور، وينشغلن بترتيب البيت وغسل المواعين. أرجوكم يعني نرجو أخواتنا الكريمات في هذه الليلة أن تترك كل شيء، اترك كل شيء، اتجهي إلى المصحف، وإن كنت من الحافظات اقرأي ما تيسر من القرآن، وقومي الليلة ب11 ركعة، صلي 4 فلا تسألي عن طولهن وحسنهن، ثم صلي 4 فلا تسألي عن طولهن وحسنهن، ثم أوتري ب3، وأكثري في الدعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وادعي لزوجك ولأبنائك وإخوانك ولعلماء المسلمين ولجيرانك ولأحباب، يعني كل هذا يكتب لك. يعني تخيلي إذا كان عدد المسلمين أختي الكريمة 1,700,000,000، يعني قريب 2,000,000,000. فإذا أنت قلت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، كتب الله لك أجر 2,000,000,000 هذول في ميزان حسناتك. ولذلك كرري هذا. ليش نخسر نحن؟ ماذا يكلفنا؟ هذا الدعاء هو الذكر، وهو أثقل شيء في الميزان بعد الأخلاق الحسنة. يأتي الذكر أثقل شيء في الميزان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضرب أعناقكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. قال ولا يا رسول الله؟ قال ذكر الله. ذكر الله يدخل فيه الذكر المطلق والذكر المقيد والدعاء. دعاء من ذكر الله، وأقم الصلاة لذكري، والصلاة فيها دعاء وفيها ذكر. شاهد أختي الكريمة وأخي الكريم أيضا، من كان مسموح له أن يصلي في المساجد فلا يخرج عن ذلك، لأن من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فيكتب لك قيام ليلة القدر ل83 سنة، وكل سنة أنت تقيمها يكتب لك هذا إلى قيام ساعتك، يعني إلى أن تموت وأن يموت الشخص. إذن هذه وصيتي لأخواتي الكريمات أن يجتهدن في هذه الليلة. أرجوك لا تفوتي هذه الليلة. نعم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في ال7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤاكم قد تواطأت في ال7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في ال7 الأواخر. في ال7 الأواخر، 7 ليالي الأخيرة ينبغي علينا أن نتحرى ليلة القدر. وعن عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبحها أسجد في ماء وطين، وأراني صبحها أسجد في ماء وطين. قال فمطرنا ليلة 23 فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. قال وكان عبد الله بن أنيس يقول 23 ليلة 23. الله، يعني قال أنسيتها. ربما لو جمعنا بين الأحاديث ربما تلك الليلة التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، أولا أيقظه أهله ما كمل الرؤيا، ثانيا تلاحى الرجلان تمام ومنتهى، ثالثا في تلك الليلة التي صلاها صلى الله عليه وسلم على صبيحتها في صلاة الفجر سجد على طين وماء، وكان الطين والماء على أثر جبهته وأنفه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب كيف نجمع بين أن أنتم تقولون لا أرجى ليلة هي ليلة 27، وتقولون بأن أقسم عليها أبو سعيد الخدري،
وعمر بن الخطاب أيضا، وتقولون بأن أوتار العشر هي يعني كذا. فما هو أرجح الأقوال في هذه؟ قال العلماء هي ليلة القدر تتنقل كل سنة، فليلة تكون في ربما تكون 21 أو في 23 أو في 25 أو في 27 أو في 29، غالبا تكون في الأوتار، وقد تكون في الشفع أيضا، وقد تكون في أوائل رمضان، وقد تكون في وسطه. كل هذه هي مجرد مرجح، لكن ليس هناك شيء يقين. لذلك على المرء أن يجتهد رمضان كله. 30 يوما يا جماعة، قليلة، أيام قال الله تعالى أياما معدودات، ما هي سنة كاملة تتعب أو سنة، لا، 30 يوما فقط تجتهد قدر المستطاع حتى تنال هذا الفضل العظيم وتأتي. يعني أنا من أعجب ما أتعجب منه، يعني رجلان كان من الصحابة رضوان الله عليهم مجتهدان في العبادة يتسابقان، أحدهما قتل في سبيل الله وكان من الشهداء، الثاني بقي سنة، بعد سنة قتل في سبيل الله أيضا، فوجدوا أن الثاني درجته في الجنة في المنام درجته في الجنة أعلى من الأول، فذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله هذان الرجلان كان كفرسي رهان، هذا إذا صام هذا يصوم، هذا إذا زكى هذا يزكي، هذا قتل في سبيل الله وهذا قتل في سبيل الله، كيف يكون هذا أرفع درجته وكلهم في الجنة؟ شوف، ولكن هذا التسابق الصحابة على الخير أدى بهم حتى في الجنة ما يريدون أحد أن يسبقهم رضي الله عنه وأرضاهم. شفتم؟ فقال النبي عليه السلام الذي عاش بعده أليس قد صلى أن أنت إذا أنمن الله عليك وصمت بعد أخيك الذي مات وسبقك فإنك يعني قد ازددت حسنات عند الله سبحانه وتعالى. من هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن عمله، من طال عمره وحسن عمله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لحسن القول والعمل، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يتقبل منا، وأن يعيننا على الاجتهاد، أن هذا توفيق من الله أيضا. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الاجتهاد، وأن يصرف عنا الصوارف، أن يشرح صدورنا، وأن يوفقنا، وأن يتقبل منا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفقنا لليلة القدر، وأعنا على قيامها، وتقبل دعاءنا فيها، واجعلنا ممن قبلت دعاءه وقبلت استغفاره وغفرت له ذنبه وسترت عيبه وطهرت قلبه وكتبت له رضوانك فلا تسخط عليه أبدا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء آخر الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.